السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم راح نعمل مع بعض الحلوى الثالثة الخاصة بحلويات العيد الفطر المبارك، واللي هي حلوى بالجلجلان والمكسرات. نجوز مباشرة للمقادير وطريقة التحضير كما تعودنا. وش عندنا 250 غرام كاوكاو بقشور ومحمص ومرحي، ما يكونش مرحي رقيق وما يكونش خشين. عندنا ايضا 120 غرام بسكوي الكاكاو رحيته ايضا ماشي شرط نصيروه كي نرحيوه، مهم مرحي. عندنا 120 غرام سكر، وعندنا ملعقة قهوة قشور الليمون، ملعقة قهوة لافاني، وملعقة قهوة لا ليفير شيميك. خلطنا كامل النواشف مع بعض، ومن بعد واش راح نديرو 6 ملاعق اكل الزبدة ذايبة. وهنا عندنا الحبة تاع البيض الاولى درناها، والحبة الزوجة نخلوها وراح ناخذ منها غير البياض. هي نورمالمون داك البياض نكملو كامل، يعني هنا الوصفة هذه تاخذ حبة بيض كاملة وبياض بيضة، ولكن انا نروح لهذاك البياض غير بالعقل حتى نوين نكملو، لانه ممكن ما تديش كامل. كما راكم تلاحظوا الحبة الاولى انا راهي قريب تتلم، تبان لكم تلمت، مي كي تبداو تعركوا فيها مليح تحسوها مازالت مش حرشه. لازم يكون الملمس نتاعها لازم يكون طري وليس يعني مليح، يعني تولي الخليط هذا يتشبه العقده. دونك ماكمش قدامي، لازم نفهمكم مليح يعني التكستور تاع العجينه هذه باش تحبسوا البيض. شوفوا هنا راني ندير ونعاود يعني حتى وين كملت بياض البيضه الثانيه كامل، وفعلا دات لي حبه بيض كومبلي وبياض بيضه. الكاوكاو هنا كنت نبقشورو يشرب، والكاطو تاع الماكاو هذاك ثاني يشرب. هاي ليك البسكوي اللي درت به، وهذا المول اللي راح نستعمله. وعندنا كميه تاع جلجلان ابيض. واش راح ندير؟ ناخذ هذاك العجينه اللي خدمتها، ناخذ منها الكويرات ب30 غرام للكويره. نوزن كرات تاع 30 غرام ونحطهم في الجلجلان، ومن بعد كما راكم تلاحظوا نزيد الحبه الرابعه. ومن بعد واش نجيب هنا المول نرشو شويه في الاسفل بالجلجلان، ومن بعد نكور مليح هذوك الحبات في الجلجلان. لازم يتكوروا مليح، يعني لازم يدوا الحق تاعهم تاع الجلجلان مليح، لازم يتكوروا مليح في الجلجلان. وتحطيهم في المول هكذا. لازم المول يكون كاري، يعني بالنسبه للحلوى هذه الشكل تاعها يكون شباب في المول كاري. بعد ما كملت كامل الحبات نسويهم مليح بصباعي كما راكم تلاحظوا، باش كي يطيبوا ما تجيناش جهه منتفخه طالعه وجهه هابطه. نسويه مليح حتى وين نكملوا كامل الحبات، ومن بعد نشدوا بابي ونمسحوا هذاك لي كوتي من الجلجلان اللي كان طاح من الفوق. هنا المول يرفد 9 حبات كنت درت فيه، وزدت درت في المول الاخر يعني، ومن بعد ديتهم طابوا. عندي المول الابيض يعني عفوا المول الثاني المربع، نديهم يطيبوا فوق 170 درجة حتى وين يعني ينشفوا شوية مدة 15 دقيقة با بلوس، لانه هنا ما فيهمش حاجة يعني بزاف اللي طيب ولا اللي تنشف، عنا برك نشفوا البيض. البسكوي طيب، الكاوكاو كنا محمصينه مليح، لازم يتحمص مليح وبقشورو. شوفوا هنا المول الاول كيفاش نديموليوه غير بالعقل، يديموله بكل سهوله. يعني هنا الموس نعمل هذه الطريقه غير باش نضمن باللي لي كوتي كامل راهم منحين. يعني نقدر نستغنى عن الموس. نغطسهم مليح في العسل. هنا العسل عندنا رطل تاع العسل نخفوه بشويه تاع الماء، يكون ماء معدني. يعني هنا رطل العسل نديروا له نص فنجال، اي 40 غرام ماء، نص فنجال تاع لاتاي ماء في 500 غرام عسيله.
واللي يعني تحب دير بالميزان عندها 40 غرام ماء. شوفوا المول الثاني كيفاش خرج الشكل تاعو. شوفوا هنا يدي مولة بكل سهولة، ما كان له نستعمل الموس. يعني انا وريت لكم زوج طرق، الا تنحى لكم بالساهل وهكذاك، ولا بتنحى لكم تسيسوها غير بالعقل بالموس. هنا بعد ما كملنا نحيناهم كامل وعسلناهم وقطرناهم العسل، درناهم في البليسي. هنا واش عندنا كسرونه درنا فيها شويه تاع العسيله ونفس المقدار تاع الغلوكوز، ديناه ذاب وسخن شويه، وراح ندير فيه هذه الكميه تاع المكسرات. عندي الجوز واللوز والبندق، نخلطو مليح في هذاك الخليط تاع العسل والغلوكوز باش يلصق لنا فوق الحبه تاع الحلوى. نجدو حبه الجوز الكامله نحطوها فوق هذه الحبه اللي فيها الثقب المربع. هاي ليكم. اما بالنسبه للشكل الثاني راح نعملو يعني تزيين غوايا. راح نحط حبه تاع اللوز ونصف قطعه تاع الجوز، وعندي هنا حبه تاع بندق راح نقسمها على 2 ونحطها قطعه منه وقطعه منه. ايضا واش راح نجيب لي سوريز كما راكم تلاحظوا. ناخذ حبه نحطها في الخليط هذاك تاع العسل والجلوكوز، نغطسها مليح فيه، ومن بعد ناخذ منها قطعه صغيره ونحطها في الوسط. نكمل كامل الحبات بنفس الطريقه. يعني المول هذا شوفوا كيفاش خرجت الحبه، والتزيين يبقى اختياري ويبقى على حسب المقدور. انا فقط اعطيت لكم يعني كيما يقولوا تدبيره. تحبوا ديروها كامل بحبه تاع الجوز كيما راهي، تحبوا ديروها بهذه الطريقه، يعني اختيار يرجع لكم. شوفوا كيفاش خرجوا. هام لكم الحبات بعد ما كملناهم. هذا الوصفه الثالثه من سلسله وصفات عيد الفطر المبارك. شوفوا هنا راح نفتح معكم حبه، شوفوا شحال طريه. يعني هنا يجي كي بحال رايح كيفاش يقولوا خبز تونس. يعني القوام تاع الحلوى هذه راح يجي كيما خبز تونس ولا كيما خبز البي. وصلنا لنهاية الفيديو، ونتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الحلوى وتعجبكم، والى وصفة رابعة بإذن الله. مع السلامة.